السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل ورقة اللحمة بطريقة سهلة وجميلة جدا. مش هتاخد منك اي وقت ولا مجهود. في اقل من 10 دقايق هتقدري تحضريها. زي ما انتوا شايفين كده، ما شاء الله شكلها جميل جدا وريحتها بجد كانت حاجة تحفة. ما شاء الله، شايفين اللحمة مستوية ازاي؟ وشايفين الجزر؟ ما شاء الله بجد مش قادرة اقول لكم طعمها وريحتها كان حكاية، كان حاجة بجد جميلة قوي. وقبل ما نبدأ وصفة النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. معايا نص كيلو من اللحمة، كانت مكعبات وانا فتحتها من النص بحيث انها تكون شريحة متوسطة السمك عشان ما تاخدش وقت معايا في السوا. هتبلها بفلفل اسود وملح، هقلبهم كويس مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. ودلوقتي انا هجيب الخضار. عندي طماطم وبطاطس وجزر وفلفل اخضر وبصل وفلفل الوان. ممكن تحطي بسلة، فاصوليا خضراء، كوسة، اي نوع خضار موجود عندك او متوفر عندك ممكن تعمليه. وزي ما انتوا شايفين كده انا هقطع البطاطس بس مكعبات كبيرة عشان ما تتهريش معايا وانا بسوي اللحمة، لان اللحمة بتاخد وقت. وبرضو الجزر هقطعه شرايح سمكها كبير شوية. والبصل عادي هقطعه جوانح، مش هيتأثر بحاجة خالص. البصل بيبقى طعمه جميل قوي وبيتكرمل بجد، طعمه بيبقى حلو قوي بيدوب معاكي. والفلفل الاخضر برضه هقطعه شرايح زي ما انتوا شايفين كده. وهجيب فلفل الوان، ده فلفل احمر هقطعه برضه جوانح او شرايح. ده فلفل اصفر. اي نوع خضار انت ممكن تحطيه او تضيفيه، اي حاجه متاحه عندك انت ممكن تحطيها. برضو الطماطمايه هقطعها 4 ارباع زي ما انتوا شايفين كده. وده شكل الخضار بعد ما خلاص قطعته بقى جاهز معايا. شايفين البطاطس والبصل والجزر والطماطم والفلفل الاخضر والفلفل الالوان. دلوقتي انا هتبلهم. حطيت فلفل اسود، وعندي كمون وزنجبيل وبهارات اللحمه اللي هي البهارات السبعه. وممكن انت تحط اي نوع بهارات عندك، بصل بودر، توم بودر. وهحط ملح. ودلوقتي هقلبهم كويس مع بعض زي ما انتوا شايفين كده علشان ياخدوا من طعم التوابل. وبعدين هرجع لكم. وده شكلهم بعد ما تبلتهم خلاص. ودلوقتي هحط عليهم اللحمه عشان اتبلها معاهم وتاخد برضو من طعمهم. وهحط زيت مثلا معلقتين او 3 كبار، وهقلبهم كويس مع بعض وهسيبهم في التلاجة لمدة ساعتين قبل ما اسويهم. وده صاج هحط عليه ورق ألمونيا زي ما انتوا شايفين كده. بعدين احط ورق الزبدة فوق ورق الألمونيا. وبعدين هبدأ انزل بالخضار واللحمة. وهبدأ اساوي في الخضار واحط اللحمة فوق الخضار. هاي اللحمة هي اللي هتكون على الوش. زي ما انتوا شايفين كده الوصفة دي سهلة وسريعة جدا ومش هتاخد اي وقت مني خالص. هي هتاخد بس 10 دقايق لربع ساعة في التحضير بتاعها، في تقطيع الخضار. ودلوقتي انا هقفل الورق زي ما انتوا شايفين كده. بغطيها بورق الزبدة الاول، وبعدين هغطيها بورق الألمونيا فوق ورق الزبدة زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين هدخلها في فرن البوتاجاز، هكون مسخناه قبلها. واحطها في الرف اللي في النص. هتاخد من ساعة ونص لساعتين على حسب تسوية اللحمة اللي انت بتحبيها. وده شكلها بعد ما استوت معايا وطلعتها من الفرن.
دلوقتي انا هفتح معاكم، هشيل ورق الألمونيا، بعدين ورق الزبدة زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. شايفين البخار بتاعها ما شاء الله. شايفين سوى البطاطس ما شاء الله مستوية حلو قوي. ما شاء الله. شايفين اللحمة، انا بحب التسوية بتاعتها تكون كده، انت ممكن تحبها مستوية اكتر من كده زي ما تحبي يعني. لقيتيها وصلت للتسوية اللي انت عايزاها خلاص تقفلي وتشيليها من الفرن. ما شاء الله. شايفين والجزر كمان مستوي قوي ازاي. مفيش حاجة خالص من الخضار مهرية معايا، كله واخد تسوية مظبوطة. ده غير الريحة، بجد ريحتها كانت تحفة قوي قوي، بجد ريحتها جميلة قوي. ريحة الخضار مع اللحمة بجد ريحتهم حلوة، والطعم كان حاجة كده في منتهى الجمال. ممكن تقدميها مع رز بشعرية او رز ابيض او رز بسمتي. بجد حاجة ممكن تشرفك في اي عزومة، اصلا مش هتاخد منك لا وقت ولا مجهود. وكده وصفة النهاردة خلصت، يا رب تكون نالت اعجابكم، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد.